التشكيله ديال اليوم ديال الفريق الوطني المغربي اللي غادا تمشي لكاس العالم تيبان بانه وليد الركراكي والستاف اللي كان معاه خدموا عليها لمده طويله، بمعنى انه هذه اللائحه ما تكون هي الا نتيجه لمجموعه من اللوائح اللي كانت تتصاوب وتضرب على هذه وتضرب على هذه، بناء على ايش؟ ماشي بناء باش نلقى التوازن منين هذا ومنين هذا، هذا الشيء ما تنظنش غيكون داخل. اللي غادي يتحكم في هذه اللائحه هو الطبيعه ديال المقابلات وكيفاش غادي يلعبوهم، وايضا نمشيو بتوازن مع الامكانيات اللي عندنا. لما غادي نلقاو 9 ديال المهاجمين، بمعنى انه عندنا واحد الفائض من اللاعبين ديال الخط الامامي، حتى اننا سمحنا في الحدادي وفي رحيمي وفي مايي، اضافه عاد الشيء اللي تيسوداني اللي ما كاين شيء، اي انه خاصنا ندير واحد النوع من التوازن. شنو هو التوازن؟ هو انه ما نسمحوش لاعبين مزيانين. اذا حنا لاعبين مزيانين وما ديناهم شيء، علاش؟ لانه بالنسبه لوليد الركراكي وبالنسبه للستاف ديالو كاين اللي هما افضل بالنسبه للخط الامامي، عندنا فيه 9 ديال المهاجمين. اذا هذا التوازن اللي دار على مستوى الفريق الوطني بان لنا من خلال 9 اللعابه ديال الخط الامامي، ومشينا الوسط الميدان اللي فيه فقط 6 ديال اللاعبين، علما بانه كاين منتخبات اللي دايرين 8 ديال اللاعبين ديال وسط الميدان، اي انه ما غتلقاش يوم اشكال. حتى انه ضفنا لاعب اخر اللي هو بلال الخنوس، اللي هو لاعب الحارس، لاعب اللي عنده 18 سنه، اي انه ما عندناش اشكال في وسط الميدان، اللاعبين الرسميين يقدروا يكونوا باينين واللاعبين اللي يعوضوا ما كاين مشكل. بقى لنا الاشكال ديال الدفاع بالنسبه للاربعه اللي كاينين لا نقاش فيهم، هادو الاساسيين اللي مزراوي اللي حكيمي اللي سايس ثم اكد لنا ورجع. تيبقى شنو غنضيفوا؟ مبدئيا تيخصك دير كل لاعب قبلته شي واحد. الظهير الايمن عندنا يلاه واحد، خلينا نقول جوج، لانه مزراوي راه ظهير ايمن، ولكن لما تلعبوا في اليسر تنعتبروا الان في اليسر، وعنده الرقم جوج اللي هو عطيه الله. تيبقى دائما الاشكال محلول، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اللي تصاب فيهم، لا قدر الله اللي تصاب فيهم كاين له تعويض. صحيح انه التعويض ديال واحد ماشي بحال التعويض ديال جوج، ولكن ما عندنا شي اشكال. حكيمي ما كاين شيء، كاين مزراوي تيرجع لليمين، حاطط الله تمشي لليسار، ما كاين شيء. مزراوي راه كاين حكيمي، ما غنطلبوا شيء، ما نكونوش لهذه الدرجه حنا غنبقاو نقولوا غيتصاوبوا اللاعب كامله، لانه كاملين، لانه لا يعلم الغيب الا الله، ولكن نطلبوا الله كل شيء يكون بخير. بالنسبه للوسط ديال الدفاع هنا فين عندنا لاعبين كثار، هاد اللاعبين الكثار اللي عندنا الا عندنا جوج اساسيين على اساس انه غنلعبوا 4 ديال المدافعين، ولكن شكون اللي ضمن؟ حنا ما عارفين شيء الطريقه باش باغي يلعب وليد الركراكي، واش ب5 ديال المدافعين، واش ب3، واش ب4. المهم كاين واحد الفائض، انا تيبان لي كاين واحد النوع من التوازن. وحتى بالنسبه للخط الامامي العوده ديال حمد الله ريحات الجمهور، وهو اقتنع، يمكن اقتنع، راه ماشي بين على الاعتذار، حيث الاعتذار هذه مساله تخص حمد الله بوحده، هو اللي عارف شنو النقاش اللي كان عنده مع المسؤولين او شنو دار مع المسؤولين، هذه ما عندها علاقه. حمد الله غادي يكون وليد الركراكي اقتنع بانه بالمستوى ديالو حاليا، حيث هو كان هضر معاه بالمستوى ديالو حاليا، تيبان له بانه ممكن يكون حل ثالث، ماشي حل اول وثاني وثالث. علاش؟ على حسب الطريقه باش غنلعبوا، لانه الطريقه باش تيلعب حمد الله ماشي هي الطريقه ديال النصيري، وماشي هي الطريقه ديال الشديره، اي انه اي اسلوب بغينا نلعبوا به ممكن يلقى واحد اللاعب اللي ممكن يبان له بانه مثلا ايوب الكعبي اللعب ديالو شبيه بالنصيري، ما ندير بجوج كيف اذا ندي واحد اخر باسلوب اخر. هذه هي القراءه، لانه وليد الركراكي تيدي واحد على حساب المؤهلات ديالو، على حساب الاستعداد ديالو، فما تنظنش بانه كاين اعتبارات اخرى. الناس اللي غيقولوا لا هذا الفريق ما هذا الفريق، لا اعتقد بانه مدرب في حجم وليد الركراكي اللي طبى الاحتراف ولا مع الفريق الوطني غيدخل في الاعتبار ديالو شي امور بعيده عن الجاهزيه. انا بالنسبه لي الامنيه ديالي انه هذا الفريق هذا ما يخرجش بدون نتيجه في كاس العالم. علاش؟ لان كاينه امكانيات، ما نبقاو تخيلوا بلجيكا وتشد الخلعه، لانه عندنا لعابه تيلعبوا على اعلى مستوى، ما نشوفوا شي كرواتي يبان فيها مودريتش وكوفاتيتش، لا يبان لنا ان فريق وطني بامكانه انه ينافس. وتنقول ونعاودها، اللي تيهمني انا بالنسبه لكاس العالم نديروا مقابلات كبيره، وتيهمني انا كاس افريقيا بالدرجه الاولى، ولكن نقدموا مباريات كبيره، وحتى اللي بغى يربحنا خصو يعرق وينشف، ماشي غير يربحنا غير هكاك، لانه هما حيت سميتهم كرواتيا وسميتهم بلجيكا، وما نساوش كندا. العناصر اللي عندنا بامكانها ماشي تخلق المفاجاه، بامكانها دير مقابله الند للند مع اي منتخب، شريطه انهم يكونوا جاهزين، واللي غادي يدخل راه بحال دخلوا 26. ما كاينش اللي غادي يدخل لا علاش ما ندخلش انا، الا كانت بيناتنا واحد اللعابه اول المساندين هما داك ال 15 اللي في الكرسي الاحتياط، اللعابه مسؤولين ما نذكروش عليهم. اذا اول المساندين هما دوك ال 15، كون على يقين انه الفريق الوطني ممكن يقدم كاس العالم من المستوى الرفيع. اذا مجموعه يعني متكافئه متوازنه، يبدو ان الجميع متفق على ان اختيارات كانت عن بدراسه عميقه. ما بقى لنا الا نتمنوا التوفيق للفريق الوطني. شكرا لكم، الى اللقاء.